انت عارف ان الوعي العقلي منفصل عن الوعي الجسدي؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الوعي العقلي وازاي ممكن تكون محبوس جوه عقلك وهو اللي بيستخدمك مش انت اللي بتستخدمه. النهارده هنتكلم عن الوعي الجسدي. الروح لما اتخلقت في عالم الروح وكانت تنزل الارض، ربنا خلق لها ادوات ماديه تفهم بيها اللغه الارضيه، فخلق لها الجسم. فالجسم بالنسبة للروح عامل زي جهاز الإنذار. أول ما بيتعب وبيجيله مرض معين، ده معناه إن أنت ماشي غلط أو في اتجاه غلط في حتة معينة. جاي بيديك إشارة واضحة وصريحة إن في حاجة غلط أنت بتعملها، مبوظة طاقتك، مبوظة أفكارك، مبوظة حياتك. زي إيه مثلا؟ أوجاع الرقبة ليها علاقة بالمسؤولية وتحمل مسؤولية أنت مش قدها. أوجاع الظهر ليها علاقة بالسند ووجود ظهر ليك يسندك. مشاكل الحلق مثلا، وان انت تحس ان انت عاوز ترجع او ان انت عندك هنا صوتك مش طالع، ده ليه علاقة بالتعبير. فده معناه ان انت عندك مشكلة معينة محتاج تاخد بالك منها روحانيا ونفسيا، لان الجسم بيخزن الصدمات وبيخزن المشاعر مع الوقت وبتظهر في صورة امراض. لو انت مش واعي بلغة الجسد بتاعتك هتدخل في سلسلة لا متناهية من الامراض وتفضل تدخل من مرض لمرض. ده مش معناه ان احنا نغفل الطب ولا معناه ان احنا نغفل صحتنا، بالعكس دي من اهم ادوات الجسم، انك تهتم بصحتك وباكلك وازاي جسمك يكون قوي، لان ساعات جدا جسمك بيمنعك عن الوصول لاحلامك لانه بتدخل في امراض، فالجسم ما بيبقاش متحمل مسؤولية ان يجيلك امنياتك او يجيلك او تستقبل الحاجات اللي انت فعلا تستاهلها. تفتكر بقى تحب تعرف لغة جسمك بيقولك ايه ولا مش عارف؟